السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، تعالوا وياي خلينا نسمع هذا الشاب اليهودي شي يقول وهذا العميل شي يقول. I'm Jewish and I never thought I'd feel the amount of disgust and rage I felt at my own community over the past year and a half, but especially the last few months. The amount of pathetic, manipulative self-victimization boggles my mind because how is it not enough for you? قبل أيام حساب الحكومة الإسرائيلية، الحساب الرسمي، نشر مقطع لنا ونحن نتكلم عن إرهاب حماس، هذه الجهة المجرمة، وما فعلته بالمدنيين. So far, the H group in Palestine has already killed nearly 3,000 IDF soldiers and injured over 11,000 IDF soldiers. And they've destroyed hundreds of vehicles, tanks, bulldozers, etc. وانتقدنا بدورنا لأن غالبية المعممين المنحرفين على رأسهم المجرم خامنئي دوس دين رب أدوسه يمدح طب ضعوف. يا شباب الوضع مش سهل، طلعوا وقع علينا صاروخ هون، اللي بيقدر يروح ما يشتريش يا عمي يقعد في داره. طلع الصواريخ اللي وقعين علينا تل أبيب. تقول عني عميل إسرائيلي يهودي؟ لا لعن أبوك لا أبو حتى دينك بالقندرة، أنت ومواكبك وعزائك. اشتري كفلك ساقط، اشتري انظر لك انا خايس، انت ومعمميك الزبا اسرائيلي يهودي، اتشرف انا اصير اسرائيلي ولك. وحركة حماس حركة ارهابية يجب القضاء عليها، ونحن ضد خامنئي وضد حسن نصر عائشة. חמור, שאתה רוצה את החמור הזה שיזוז, מה אתה תגיד לו? חמור, בבקשה תזוז. לא, מה, איך מזיזים את החמור? מוציא את המקל, טח, חמור טייב, זוז מכאן. ואז הוא זז. הוא אומר, אלה ישמעאל, רק ככה מבינים. מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? שובר? ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? וחסן נסראללה עדיף על נתניהו? ודאי, כי הוא מאמין והוא גם ונתניהו. حبايبنا، اليوم الحرب خلت النقاط على الحروف، فكلام رب العالمين واضح. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فإحنا يا أحبائي عندنا جهتين، جهة الذين آمنوا وجهة اليهود، وأنت مخير، إما تختار هاي الجهة إما تختار هاي الجهة. وكلام رب العالمين واضح في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذا أنت كنت مسلم فلازم تسلم لرب العالمين وتلتزم بأوامره. وطبعا رب العالمين أيضا يكمل في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هسه يجي البعض يقول مخاف وخاف إلى آخره من المخاوف. لا تقنع نفسك بهاي الأمور، لأن رب العالمين هم تطرق لهذا الأمر ترى، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ليش يسارعون فيهم؟ ليش يحاولون يلجؤون إلهم؟ ليش يحاولون يتواصلون وياهم ويرضوهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وشنو إذا دافعت عنهم أو تملقت إلهم شنو راح يرضون عنكم؟ حتما لا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا ذول الجماعة اللي يقولون ها خلي نصالحهم، ها ما عندهم أذية، ما أدري شنو إلى آخره، هذا الكلام إلهم. ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا تسمي روحك أنت مسلم،
لأنه تسمي روحك أنت مؤمن وما أعرف شنو، تبرر لنفسك وتعطي مبررات. آيات كثيرة حول هذا المورد، وأنا ذكرت طبعا شيء بسيط من عندها. فحبايبنا لا أنه يخدعنا أمثال هؤلاء المتلبسين بزي الدين وهم بحقيقتهم عبارة عن عملاء. فالحذر، كل الحذر من عندهم، لا أنه يسرقون منكم دينكم.